هاي يا أصحابي، النهاردة هنعمل أحلى رز بالخلطة. أتمنى تشجعوني باللايك وسبسكرايب. محتاج 3 كوبايات رز بسمتي، نص كيلو كبدة، 5 كوبايات شوربة، مكسرات، معلقتين كبار سكر بني، زبيب، ملح وفلفل وقرفة. أول حاجة نحط السكر كراميل، هنحط عليه معلقتين مية، نقلب لحد ما يتكرمل. أول ما تتكرمل هننزل عليه بالشوربة، نقلب التوابل، ومعلقة عسل صغيرة، وبعدين هنحط الرز، نسيبه يتشرب، بعدين معلقتين كبار زبيب ونقلب، نسيبه يستوي. لما الرز ما يستوي هنشوح الكبدة في معلقتين سمنة، هنحط ملح وفلفل وقرفة، كده الكبدة استوت. ودلوقتي هنحمر المكسرات في السمنة، معلقتين سمنة، هنشوح المكسرات، هنقلب المكسرات لحد ما تاخد اللون الذهبي. المكسرات بقت جاهزة. دلوقتي هنحط رز بالخلطة في طبق التقديم. نحط الرز، هنحط الكبدة ونسويها كويس. نحط المكسرات فوق الوش، كده طبقنا بقى جاهز. أتمنى تجربوه ويعجبكم. ممكن نقدمه مع حمام محشي بالهنا والشفا. باي يا أصحابي، أشوفكم قريب. أتمنى تشجعوني باللايك وسبسكرايب.